مشاهدينا برحب بيكم معانا وحلقه جديده من برنامجكم مزيكا اليوم. وكل يوم بنكون دايما مع الفن واهل الفن الجميل، ودايما بنقول انه الفن مرآة الامم، وقد ايه ده بيأثر فينا. ويمكن نتاج ثورتين متتاليتين اكيد ادانا احساس ان احنا يعني فعلا موجودين في الحياه، وان المشاعر قد ايه جميله، والكلمات دي لما تتسخر وتتجسد في الحان ومطربين بتبقى قد ايه شيء عظيم وبتسر الحركه الفنيه. احنا معانا بقى دايما بنقول المثل الشائع ابن الوز عوام، احنا مش هنقول بقى ابن الوز عوام، هنقول حفيد الوز عوام. احنا معانا مطربتنا منى فؤاد، وهي حفيده الشيخ ابو العلا محمد. اهلا بيكي معانا منى. اهلا وسهلا بيكي نورتينا في مزيكا اليوم. وبالبرنامج وبالساده المشاهدين وبالقناه الجميله والقائمين على القناه والتلفزيون المصري. سهرناكي معانا بس معلش هي دي لغه اهل الفن، السهر هي دي كده الضريبه، هي دي الضريبه اكيد. احنا بنكون دايما مع ضيوفنا الاعزاء ومع مطربتنا منى، وبنقول ان منى كمان شاعره وتعلمت في بيت كله فن، في بيت تم اكتشاف نجوم من عظماء الفن في العالم العربي والعالم المصري طبعا، سيده ام كلثوم. فهي اتربت واللي اكتشف ام كلثوم الشيخ ابو العلا محمد. طبعا اكيد سمعتي زي ما احنا سمعنا كده، هو جدك من الام مش كده؟ من الام. انا طبعا يعني ماما الله يرحمها كان صوتها جميل جدا. و طبعا هو مرضيش اكيد طبعا ازاي يعني سعيد بقى وبتاع وحاجات كده ومرضيش يطلعها، لكن طبعا تبنى سيدته. طبعا هو توفى وماما كانت صغيره قوي كمان يعني كانت صغيره لما توفى، ويعني كان نفسي اشوفه بقى. سمعتي عنه زي ما احنا سمعنا واكيد يعني الاكتشاف يعني اسرى العالم العربي كله، وطبعا كان اكتشاف عظيم جدا. وانت اكيد حبيتي برضه تربيشي على الصوت الجميل ده. هو انا متشابهه شويه مع السيده ام كلثوم في عده اشياء، انه جدي اكتشفها الشيخ ابو العلا محمد، وانا اللي اكتشفني الشيخ سيد مكاوي. ايوه يعني نفس الاتجاه. وبعدين انا مرت عليا فتره يعني طلعت عملت حفلات للتلفزيون، والشيخ سيد مكاوي طلعني على المسرح. وبعد كده في الاخر بقى اخر اكتشافات بليغ حمدي عمل لي 4 ألحان، من ضمنهم اغنيه ليا مصري اللي هي بتتذاع دلوقتي. قال لي يا منى لما مصر تمر بأزمة غني لمصر. ده بليغ حمدي الله يرحمه. الله. وكان لها يعني كان قلبه حاسس انه مصر هتمر بمرحله صعبه طبعا كان لها دور جامد جدا في ثوره 30 يونيو. انه فيها ايقاع راقص. طبعا انت عارفه الاغنيه الوطنيه لما يبقى فيها ايقاع راقص بتدي الناس تفاؤل، غير لما تكون اغنيه وطنيه كده حزينه وكئيبه تجيب زي النشيد كده، دي مختلفه عن لا التفاؤل حلو. فهي يعني كان بتجمع بين الاثنين. فالحمد لله يعني ساهمت بدور كبير. كانت بتذاع كل يوم تقريبا في الاذاعه وفي التلفزيون. كلماتها ايه؟ بتقول لا يا مصري مصر قويه محروسه دايما دي ام البلاد، مجد وحضاره عزه وكرامه نبض العروبه وبر الامان. مصري يا املي يا ضي عينيا ام الدنيا يا غاليه عليا يا اعظم خلقها الاله. يشهد عليكي ملوك الفراعنه، يشهد كمان التاريخ والزمان، انك يا مصر عظيمه وابيه بلد الاثار يا نور الدنيا. اغني لك حته منها؟ ما احنا هنغني احنا هنغني حته ويعني وهنقول بقى يعني بس قبل ما نغني عايزه بس اسال على حاجه مهمه. اتفضل. انت في فتره كده سيد مكاوي اكتشفك، وبعدها لحن لك بليغ 4 أغنيات، وفي فتره احنا بعد عيد التلفزيون احنا مش لاقيينك، رحتي فين؟ وبعدين ندخل بقى على الايه الاول. بصي انا طبعا هي فتره دي يعني كانت فتره انقطاع في حياتي الفنيه، ان انا بعد الموسيقار الكبير بليغ حمدي ما توفى انا يعني حسيت ان ظهري اتقسم، فسافرت بره. عشت في اوروبا في المانيا بالتحديد، وقعدت فتره في اوروبا حوالي 5 سنين كده، بس ما قدرتش ابعد عن فني اكتر طبعا. من كده. طبعا. فسبت كل حاجه ونزلت مصر. عملت لحن استاذ وليد سعد اسمه مستحيل، كليب كنت مصوراه في اوروبا. وبعد كده جت الثوره، عملت اغاني للثوره المصريه اللي هي ليا مصري، وفي انا مصري واخويا مصري، كلامي وتلحيني. والله عليك يا مصر مصر السلام والامان اللي هي بمناسبه 5 سنين جابوا فايده برضه يعني 5 سنين جابوا فايده. لا نضجت جيتي بقى بتلحني بتالفي كمان اغنياتك يعني. لا انا بصي، لا انا بدات التاليف والالحان قبل ما اسافر، لان عملت في حفله
كان قدمتها استاذه سوزان، كانت رئيسه التلفزيون، بس كانت ساعتها أستاذة حسن. استاذه سوزان حسن، وكانت بكلامي ولحني موجوده على اليوتيوب على فكره، الناس منزلها لي، اسمها حبك علمني، دي كلامي ولحني. فكنت عاملاه كليب كمان، فغنيتها في الحفله، فهي كانت طبعاً اغنيه بقى. خفيفه كده. وبعد كده بقى يعني بدات بقى لقيت ان انا عندي الموهبه، فبدات ان انا اكتب، ودلوقتي بعمل ديوان شعر. هنقول بقى بس ان يلا بقى، يلا بقى عشان نقول. آه، يلا بقى عشان نسمع مشاهدينا اللي سهرانين معانا. بصي انا هقول هتبداي بايه؟ ممكن اقول لك اللي هي ليا مصري. مم. مصر يا املي يا ضيع عنايا، ام الدنيا يا غاليه عليا، يا اعظم امه خلقها الاله، يشهد عليكي ملوك الفراعنه، يشهد كمان التاريخ والزمان، انك يا مصر عظيمه وابيه، بلد الآثار يا نور الدنيا، اللي بيشرب مرة من نيلك مهما يبعد عنك يجيلك، عطشان لنيلك ومية سلسبيلك، شمسك هواكي ترابك دماس، مصر يا بلدي يا أرضي يا عرضي، تهون عليا روحي عشانك يا أمي، لا 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 يا مصري، لا 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 يا مصري لا. الله الله. البدايه منى بنقول مهمه جدا. اتعرفتي ازاي على شخصيه مكاوي، وقال لك ايه اول ما غنيتي له؟ يعني من غير بقى تدريب ومن غير. بصي انا هقول لك حاجه على على الشيخ سيد الله يرحمه. اولا انا وانا طفله كنت بعشق حاجه اسمها سيد مكاوي، وكنت بسمعه في رمضان، كان يقول مسحراتي مسحراتي كلنا في البلد جوال، وكان يعني يقول الارض بتتكلم عربي، فكنت انا بحب اداؤه، يعني الاداء بتاعه. فطبعا لما كبرت بقى ودخلت المجال الفني واعتمدت في الاذاعه، فطبعا كان في متعهد اسمه فؤاد، فانا قاعده في المكتب عنده يعني عشان حفلات وكده، ما كنتش لسه دخلت الوسط. فبعدين بيقول النهارده في فرح بنت سيد مكاوي في الشيراتون، وبيكلم الناس في التليفون. قلت له نعم، انا لازم اروح الفرح ده. قال لي بس ده كل مصر هناك، بس مش هتغني. قلت له مش مشكله، انا بس عايزه اشوفه، انا عايزه اشوفه بس يعني. فالمهم قال لي خلاص ماشي تعالي معايا. فالمهم رحت. اول ما دخلت سلم عليه، بقول له بس انا بحبك قوي يا بابا وانا معجبه بيك. فسلم عليا بفتور، بفتور. فانا جاتني صدمه بقى، انا بحبك وعايشه طول عمري، بس هو في مناسبه فهو ملكوم بيها يعني، بنته بتتجوز. لا هو ما يعرفنيش، فاهمه. فالمهم ايه، قعدت كده مع الناس، وبعدين ايه شويه كده بصيت لقيت انا طبعا ايه اتصدمت يعني. فلقيت ايه فؤاد المتعهد ده، طبعا طلعت غنت شريفه فاضل، وطلعت صابرين، كان ساعتها صابرين بتغني. وبعدين ايه جه فؤاد بقى ده يقول ايه الحقوني الحقوني. قلت له في ايه؟ قال لي ده المفروض دلوقتي تيجي سحر حمدي وما جاتش والمسرح هيقع. طبعا كان في كل مصر بقى نجوم مصر، احمد فؤاد حسن ومحمد الموجي وعادل امام، كل الناس. هو كان محبوب الله يرحمه. فقلت له بقول لك ايه، انا هغني. قال لي تغني ايه ده، ما فيش الا باند مش مسيكه. قلت له لا هغني من غير سيكه، انا هغني. قال لي طب والفرقه مش عارفه انت هتغني ايه ولسه يعني كل حاجه يعني مش معروفه. ودخلت بقى، رحت طبعا جنب الفرقه، فجاء ورايا محمد ثروت بيقول له ايه انت مسيك؟ قال له لا ما عنديش سيك. قال له لا ما اقدرش اغني من غير سيك. قلت له بقول لك ايه، انت عندك حبيبي يا عيني وعندك بدنا نتجوز على العيد، نبدا بدنا نتجوز على العيد. ورحت قايله الموال بدنا نتجوز على العيد، وولعت لك الفرح بقى. لقيت لك بقى مين اللي بيغني ده، ايه ده؟ لقيت لك بقى ايه الدنيا اتقلبت، ولقيت لك سيد مكاوي بنفسه طالبني. لقيت فؤاد شيرين يلا يا ستي مزعلانه اهو طالبك شيخ سيد اهو. طبعا كله بقى ناديه لطفي انت حلوه يا منى، انت لبنانيه، عزت العلي. قلت لهم والله لا انا مصريه والله. فالمهم رحت فالشيخ سيد مكاوي مسك ايدي بقى ايه
يعني انت بحرارة حيتي لي بقى انت الفرح، ويعمل لي كده، انت حيتي لي الفرح، انت شو كده بتاع. المهم بقى ايه، طبعا فؤاد هاتها المكتب، لازم تجيبها المكتب. فخدني بقى ورحنا، وعرف بقى طبعا عرفتيه ان بقى انا حفيدة إيه، الشيخ ابو العلا محمد، وبدات بقى بدأ يعمل مم. لي، ايدني بقى. وكانت اول مره في التاريخ اه انه سيد مكاوي ما يقول لك ياخدش ولم يتقاضى اجر عن الحان ليه. ليا. الله عمل الله لي، انا يعني. جاني جواب انتاج التلفزيون المصري مم. وكتب لهم تنازل ودي ما حصلتش يعني. اه ام كلثوم لما بعتت له النص قال لها الجزار مش هيديني لحمه ببلاش خدي مم. فطبعا كانت اول مره ان هو وعمل لي اه ياخدني على جناح الحنيه، مم. وداني صوت القاهره، وقال لهم انا مش عايز فلوس، بس اعملوا لها طب الالبوم. نسمع جزء من خدني على آه. جناح النية. آه. هو انا هقول لك حاجه إيه، عشان هي رتم شويه، مم. فهقول لك إيه، انا عندي حسن ظنك اللي عملها لي. طيب انا عندي حسن ظنك، وحتى وانت بعيد، وخدني زماني منك، وتاهت المواعيد، ولا يمكن اقدر افكر غير فيك واشتاق واسهر، ولا يمكن اقدر افكر غير فيك واشتاق واسهر، واحبك الله احبك احبك من جديد، انا احبك احبك. الله. لا فيها خفة دم سيد مكاوي وكلام، اه وانتي طبعا جميلة ربنا وقد ايه يخليك. صوتك الجميل. طب منى، يمكن ده كان مرحلة ظهورك وبدأت المعرفة مع سيد مكاوي. اه طيب موسيقارنا بقى الكبير بليغ حمدي، ما انا اه ما انا قلت لك هو غنى عمل. اربع اه عمل لحن لي لك اربع اربع. الحان، لا كلمات المعرفة جت استاذ ازاي محمد برضو؟ السيد. يعني سمع صوتك في الراديو، سمع اه صوتك في اللجنة؟ لا اه لا، مم. هو اللي حصل ان استاذ بليغ حمدي كان بره. اه بره مصر. بسبب البروبلم اللي مم. كان. مم. فانا طبعا كنت امنيه حياتي طبعا ان انا اغني موسيقار بليغ حمدي. هو كان سمع عني بقى، مم. انا كنت خدت مرحله وتعرفت في مصر مم. يعني. فاتصل بالشيخ سيد مكاوي، قال له انا عايز منى فؤاد. منى اه عايز تليفون منى. فاتصل بيا، مم. كان هو في ايطاليا في اوتيل كالاموس. مم. طلع من باريس راح على ايطاليا، فقال لي انا هاجي على مصر قريب ولازم اشوفك. ايوه. فلما نزل عملوا له احتفال نقابه الموسيقيين في شيراتون القاهره، وكل الفنانين كانوا موجودين، وانا طبعا كنت مدعيه. مم. وساعتها اتفقنا ان احنا نعمل لقاء عمل عنده في المكتب في الزمالك، وجاء الاستاذ محمد السيد، وانا اخترت اغراب مم. اللي غنيتها في عيد ميلاد تلفزيون 36، واخترت ليا حبيبي اللي هي بعد كده عملناها ليا مصري. مم. واخترت يعني اخدنا منها طب شطره عملنا ليا اغراب انا مصري. عجباني قوي اغراب كلماتها، يعني هو وحاول كان تنسى هو كان عايش مرحله من جميله من الفن. الحزن لانه مم. كان بعيد عن مصر، فكانت مرحله شجن وثراء فني غير عادي بالنسبه له، مم. وحب غير عادي. اه فاعتقد ان كانت الاغنيه دي برضو على الغربه اللي هو فيها. انا اه اخترتها عشان اه الغربه مم. اللي هو فيها. مم. ممكن اسمعك اه حته منها. أغرب والغربة صعيبة، فعلينا الدنيا غريبة. أغرب والغربة صعيبة، فعلينا الدنيا غريبة، وفي كل سراب في طريقنا، ده كل سراب في طريقنا، بنقول دي الخطوة قريبة، بنقول دي الخطوة قريبة، بنقول الله. دي الخطوة مم. قريبة يا عيني، بنقول دي الخطوة قريبة. أغراب تيرارارارا، أغراب أغراب. شوفي احنا قبل الهوا احنا اتفقنا مش هتغني خالص. على فكره قبل الهوا يا جماعه طب والله نسمع اتفقنا. حاجة بمزيكا؟ ايوه طب نسمع كليب لسه بقى كنت ولا هقول، نشوف بس هي حاجة عشان فنانه بمزيكا؟ جميله فجواها حلو قوي، فلازم كان يطلع كل الكلام الحلو طب اللي احنا شايفينه. نشوف بقى البلاي نشوف باك اللي احنا نسمعه دلوقتي. نسمع ايه؟
بصي السبعينات. انا انتي هقول لك حابه ايه؟ الاغنيه اللي انا اعتمدت بيها في امتحان الاذاعه. الله، لسه وكانت فاكراها. اللجنه اللي هي ما تصبرنيش بوعود. لأم وكانت كلثوم. كانت اللجنه مكونه من الموسيقار الراحل احمد صدقي، مم. والموسيقار حسين جنيد، مم. والموسيقار محمد موجي اللي هو اصلا ملحنها وانا ما مم. كنتش اعرف. مم. فهنسمع بقى ما الصبر. تصبرنيش بوعود. ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود. ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود. ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود. انا جايه من اوروبا آه. وبغني غربي وعايز تقول لي مم. غني. مم. المهم قال لي هو كده. مم. فالمهم قلت له طيب انا هسقط، هتشوف بقى انا هسقط لك ولا لا. داخله بقى عيله بقى 17 سنه. اه. فداخله، فكانت واحده بتغني مم. من الاردن، يعني حاجه صعبه جدا. انتي بعدها يعني هي بتغني بثقه، فاهمه، انها ونشاز بقى. يعني الغريب ان ماشي. هي ايه، يعني انت بس فاهمه، واثقه انها يعني انت انها بتغني معديه. بثقة، بس بس نشازات بقى ومش مع آه. الشقف المقام وطالعه نازله آه. خاسه زايده حاجات كده. فانا